الحقيقة يا جماعة إن إحنا عندنا في مصر هنا شوية أكلات زي العسل وكلهم مرتبطين بالشتاء، بس إحنا اللي ظالمينهم ومش واخدين حقهم، زي أكلتنا النهاردة كده. ناس كتير جدا ما تعرفهاش، حتى اللي يعرفوها نسيوها وبطلوا يعملوها. أنا جاية النهاردة أفكرك بيها وأعملها لك بطريقتها الصح اللي هتخليكي عمرك ما تبطلي تعمليها ولا عمرك تنسيها. هي أكلة خارج كل توقعاتك ومش كل اللي جه في بالك. لو عرفتي تتوقعي أنا هعمل إيه النهاردة انزلي اكتبي لي في الكومنتات، واعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. اول حاجه كده بنجهز الخضره. محتاجين 3 ربط خضره ويكونوا حلوين كده ومليانين. لو الخضره لسه قليله خليهم ربطتين شبت وكزبره وبقدونس، ربطتين من كل نوع. عشان انا مش باخد الربطه كلها، انا برمي العيدان، يعني باخد العود من نصه كده، بقص العود من نصه يبقى معايا الجزء صغير من العود والورق بتاع الخضره. معايا كمان شويه نعناع اخضر فريش كده، عودين 3 كده، ببقى واخده الورق بتاعهم. والنعناع هنا بيفرق معايا في طعم الاكله خالص. بغسلها وبنشفها كويس جدا وبعد كده بخرطها. تخرطيها خرطه كبيره شويه، خرطيها على 2 أو على 3 وخلاص كده الخضره بتاعتنا جاهزه. معايا كمان بصلتين حلوين كده حجم وسط، هاخدهم وهخرطهم. هنخرطهم على ايدينا يا بنات. الاكل بتاع زمان الحلو ده بيحب كل حاجه تعمليها على ايدك، انسي بقى الكبه وانسي الكلام ده. هاخد البصلايه نصين كده وابدا اخرطها كل نص، هخرطه طرنشات رفيعه زي ما انت شايفه كده. بس كده خلصنا البصل بتاعنا جاهز. هنروح بقى نحط طاسه حلوه كده على النار ونحط فيها حوالي نص كوبايه زيت ونبدا نحمر البصل ده. بتخلي الزيت يقدح يسخن معاكي كويس كده وبعدين تنزلي عليه بالبصل كله مره واحده وبالمعلقه كده تقلبي وتحاولي تفكي البصل من بعضه. بنشفها كده يا بنات وخليها مقرمشه زي بصله الكشري. البصل انا بنشفه ازاي على النار؟ انا لا بحط نشا ولا بحط دقيق ولا خل ولا كل الكلام ده. انا بحمر البصل على النار لوحدها وبتطلع مقرمشه زي الازازه. وهقول لك السر بتاعي، اول ما بتنزلي بالبصله بننزل بيها على نار عاليه جدا. اول ما تبدا تلون معاكي وطي النار زي الشمعه وسيبيها تحمر كده على نار هاديه، وهتفضل ناشفه معاكي لحد تاني يوم من غير بقى لا نشا ولا دقيق ولا كل الكلام اللي بيبوظ الزيت ده. عشان انا عايزه الزيت يفضل معايا نقي ونضيف كده عشان لسه هنستخدمه. وانتي بتطلعيها من الزيت كمان طلعيها بمصفى تكون واسعه كده عشان تنزل كل الزيت اللي فيها، وتضغطي عليها بالمعلقه جامد تنزلي كل الزيت اللي فيها. الزيت اللي بتبقى البصله شرباه برده من الاسباب اللي بيخليها تطرى معاكي، ما بتبقاش مقرمشه. وبنطلعهاش على مناديل يا بنات، البصل ده يطلع على ورقه زبده او على ورقه كراسه نظيفه. نيجي بقى للمكون الاساسي في الوصفه النهارده، الفول. الفول ده اسمه الفول المدشوش او الفول المقشور او فول فصوص حسب ما بتعرفيه، يعني بيبقى عباره عن انصاف فول كده متقشره معلهاش القشره البني. باخد منه حوالي 400 جرام. الكوبايه دي وزنها 200 جرام تقريبا، خدت كوبايتين حوالي 400 جرام. وتاكدي من جودته كويس جدا انه مش مركون ولا فيه رطوبه ولا فيه اي ريحه غريبه. بنقعه بقى في الميه، بغطيه بالميه كده واسيبه منقوع حوالي 2-3 اقل حاجه، او جهزيه من قبلها بليله وخليه بايت في الميه منقوع، وتغيري عليه الميه كل شويه. والنقع هنا مهم جدا يا بنات، ما ينفعش ناخده نسويه على طول، هيستوي معاكي كل حاجه بس هتبقى تقيله جدا ومتعبه جدا للمعده، فلازم تنقعيه على الاقل 3 ساعات قبلها. ده شكله كده بعد ما اتنقع. انا غسلته، نزلت الميه كلها من عليه اللي لونها كان مغير وغسلته كويس. هحطه في حله بقى علشان نبدا نسوي. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يبقى اكيد عرفتي الاكله اللي انا هطبخها النهارده تطلع ايه. ولو لسه ما عرفتيش الاكله بتاعتي النهارده انزلي حالا اعملي لايك على الفيديو واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس وكملي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي احنا بنعمل ايه. بعد ما حطيت الفول في الحله هنزل عليه ببصلتين حجم وسط كده، بقطعهم 4/4 وبنزل بيهم على الفول. بحط كمان توم فصوص سليمه حوالي 10 فصوص توم كده، بحطهم يتسلقوا مع الفول. بس كده انا ما بحطش اي حاجه تاني غير البصل والثوم، ولا بحط الخضره ولا بحط توابل ولا بحط اي حاجه، بسلقه مع البصل والثوم بس. تمام كده. هغطيه برده بالميه، ما بتزوديش ميه عليه عشان انا مش عايزه ازود عليه ميه بعد ما يستوي ومش عايزاه ينشف خالص. انا بغطيه، بخلي الميه زي عقله صباع كده فوق الفول. برفعه بقى على النار وبغطي عليه شويه لحد ما يبدا يغلي. ارفعي الغطا عشان هتلاقيه بدأ يفور معاكي والميه دي كلها راحت على البوتاجاز. الفول كده خلاص دخل في سوا اهو او تقريبا استوى. طول ما انت نقعتيه من قبلها بشويه حلوين مش هياخد منك سوا على النار، يعني نص ساعه ساعه الا ربع بالكتير وهتبصي تلاقيه استوى معاكي زي الفل تقريبا، اتهرى خلاص ما بقاش مستحمل. قبل ما اطفي عليه ب10 دقايق هنزل عليه بالخضره اللي جهزناها في اول الفيديو، ال3 ربط خضره وشويه النعناع الفريش اللي حطيناهم معاهم. ما بحطش الخضره تستوي مع الفول من الاول عشان تفضل محتفظه بلونها، لو
لو قعدت تغلي فيها من اول ما حطيت الفول على النار على ما الفول يستوي لا هتلاقي الخضره ولا هتلاقي لونها، وهيطلع الطبق بتاعك في الاخر لونه اصفر زي العدس مش لونه الطبيعي الاخضر الحلو. انا كده حطيت الخضره خلاص كده 10 دقايق بالظبط، وهطفي على الفول هيكون كمل سوا، وهتكون الخضره كمان استوت معاه، استوت ولسه محتفظه بلونها وموجوده معايا ما راحتش خالص. ده شكل الفول بعد ما حطيت الخضره ب10 دقايق، استوى خالص والخضره كمان استوت. ودلوقتي قدامك حل من اتنين، يا تنزلي فيه بالهاند بلندر زي كده وتفرميه وتنعميه خالص، يا تاخديه على شفشق الخلاط وتضربيه في الخلاط. الاسهل بالنسبه لك اعمليه. انا الاسهل بالنسبه لي بيبقى الحله على النار كده لسه مهديه عليها النار ما طفتش، وبنزل بالهاند بلندر هي بتغلي والهاند بلندر بيفرم فيها. الهاند بلندر مع الحراره بيخليها زي الحرير ناعمه جدا اكتر كمان من شفشق الخلاط. بس لو مش متوفر عندك الهاند بلندر سهله جدا برضو الخلاط ممكن تعمليها فيه، الكبه اي حاجه. انا هضربها بالهاند بلندر كده لحد ما تنعم معايا خالص. بعد كده بنزل عليها بالزيت اللي حمرنا فيه البصله، بنزل عليها بالزيت الزيت مع الضرب بينعمها معايا كمان اكتر. انت لو هتاخديها في شفشق الخلاط قبل ما تحطيها في الشفشق انزلي عليها بالزيت واضربي الزيت معاها، الزيت بيخليها تنعم اكتر، وكمان الزيت بيندمج فيها ما بيبقاش فاصل عنها، يعني ما تلاقيهاش كده في الطبق والزيت عايم على وشها. الضرب فيها كده بيدخل الزيت في قلب الفول وبتبقى كلها ميه واحده. شايفه شكلها بقى عامل ازاي؟ زي الحرير، ما فيهاش ولا اثر للفول ولا اثر للخضره. بتاخد وقت شويه بالهاند بلندر، ممكن الخلاط يكون اسرع، بس بالنسبه للحراره العاليه دي انا بفضل الهاند بلندر احسن من شفشق الخلاط البلاستيك. خلاص كده هي جاهزه معانا، نعمت خالص اهي، ما بقاش فيها اي حاجه. فاضل دلوقتي بس التوابل بتاعتها. التوابل اللي انا بحطها، بحط نص معلقه اكل من الكزبره الناشفه، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر. يعني بحط كزبره وبابريكا كمون وفلفل اسمر، وبعدين بظبط الملح بتاعها. اظبط الحياء بتاعها، هي بتاخد لها نص معلقه اكل ملح برضو الكميه دي، وظبطت الملح دي حسب ذوقك. بس كده هي خلاص استوت معايا تقلبتين كده بس ادوب التوابل معاها وبطفي. التوابل بحطها اخر حاجه عشان تفضل ريحتها ظاهره معايا ما تطرش من كتر الغليان. بس كده يا بنات، الغليان ده بيخليها تتقل وتلف معايا كده. خلاص استوت وطفينا عليها. هغرفها بقى، اغرفيها في سيرفيس كبير زي كده او اطباق صغيره حسب ما بتحبي. انا هحطها النهارده في طبق واحد كده وهبدا ازينها. اكيد كده انت عرفتي انا طبخت ايه النهارده. اكلتنا النهارده يا بنات كانت البصاره المصريه، اكله قديمه قوي ومنسيه بس بصراحه تحفه وتستاهل تجربيها. لو ما كنتيش دقتيها قبل كده قومي حالا اعمليها، هتحبيها جدا. وخدي بقى التاتشه دي مني انا من مطبخ تيستي بيتي، حطي عليها معلقه كبيره كده رمان، يعني حوالي كبشه كده ملو ايدك رمان، وجربي طعم البصاره المصريه مع الرمان. ممكن كمان ترشي عليها دبس رمان، بيودي طعمها حرفيا في حته تانية خالص. في ناس بتحب تعصر عليها عصره ليمون، انا بحب الرمان معاها جدا، احلى كمان من طعم البصل المقرمش ده. انا بحط الرمان وبحط البصل المقرمش. بطاطس محمره بقى، سلطه الطماطم المتبله، اعملي جنبها بتنجان مخلل، شكلي جنبها زي ما انت عايزه. اكلات كتير جدا بتليق عليها وبتكملها، تبقى اكله حلوه جدا. بناكلها طبعا بالعيش البلدي الحلو الصغنون ده، ممكن تاكليها كمان بالعيش الشامي بتبقى حلوه جدا، بس انا بفضل العيش البلدي احسن وصحي اكتر. بس كده حبايبي، يا رب الوصفه دي تكون عجبتكم النهارده. اتمنى من كل قلبي تجربيها بطريقتي وتكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله.